هلا والله حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا وياكم فيديو اليوم جديد، ويا رب فيديو اليوم يعجبكم. وقبل كل شيء اكيد متعودين قبل ما نبدي فيديونا بذكر الصلاة على الحبيب محمد، حتى نبدي يومنا بصحة وعافية وخير وبركة ان شاء الله. صلوا على الحبيب يا بنات، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا صار لي كم يوم اني منقطعة عنكم شوية طبعا، والله البنات تعبانة والجو حار كلش وما أقدر أصور بالمطبخ روتينات وهاي، لين تعرفون حارة كلش والحرارة يعني ما شاء الله، يعني درجة خصوصا احنا يعني بالجنوب ما شاء الله الحرارة كلش يعني موت. وتعرفون شقة والش اسمه شباك ماكو بالمطبخ، تهوية ماكو، فخنقة والله يعني. يا دوب أكمل الغداء أو الريوق أو العشاء هيك بسرعة الشاهد وأطلع. فالحمد لله حبايبي. هنا تعالوا خليني أشوفكم بداية الفيديو. طبعا سواقت مسواقة بسيط للبيت احتياجات، وقلت خليني أشارككم وياي للبنوتات. هنا أنا جبت هذا الحليب اللي أنا أحبه كلش، أسوي بيه قهوة باردة. اي بنات سويت اسوي بيه عفوا هذا الحليب قهوة باردة، فجبته. وهنا انا جبت نقانق للبنات لان يحبوها كلش كلش يحبوها والله، ما يستغنون عنها، خصوصا اذا على العشاء او دائما يقولوا ياكلوها، حتى بالليل من يجوعون يجيبون من عندها. اي بنات هنا همينة شنو جبت اندومي. هذا الاندومي همينة يحبونه، دائما اجيب لهم منه. وجبت بيض، طبق البيض هذه بنات سعرها 5.5. جبت شامبو للبنات. البنات هاي العلبة الوردية شامبو للبنات، جبتهم لأن أنا دائما أسوق من هذا المجمع لأن أسعارهم مناسبة. فهذا الشامبو للبنات جبته سعره 1000 دينار العلبة. بس بنات العطر مالته كلش حلو، يعني مو منتهية صلاحيته ولا شي، بس هم يعني يبيعون تخفيضات يسوون عليهم عروض. فجبت من هذا الشامبو أيضا يعني أبو ملاك اللي نستخدمه. وهنا أنا جبت هاي الحفاضات بنات، هذا يجي بيه 68 قطعة، يعني تعبرني تقريبا حتى 15 يوم، نص شهر تعبرني. 68 قطعة بيه هذا السيت بنات. والحفاضة الأصلي شفتوه أبو الشورت، يعني يجي ما يجي لزقة أو شي، يجي شورت مثل لبسه الطفل، يعني شلون البيجامة. فالأصل تعرفوا هذا أكيد. السعر مالته 14,000 ب68 قطعة. اي بنات فهنا تعالوا خلنا نسوي وياكم روتين بالمطبخ شوية، لأن دائما يعني كل ما أدخل المطبخ أكون حارة أطبخ وأشرد من الحرارة، ما أقاوم وأوقف بالمطبخ. فهنا أنا مسويته متكركب يعني مقلوب قلاب. هنا أنا طبعا بهذا العلاقة خليت الجدرية اللي سويت بيها ثواب الهريسة، فبعد ما احتاجها خليتها بالعلاقة وخليتها فوق الكاونتر على مود لا تتلف دهون من الطبخ وهاي السوالف. وهنا أنا أيضا تعالوا أخلي الممات أفورهم، ممات الشموزة همين أفورهم على مود تطلع الريحة مالتهم وأعقمهم. وبعدها هنا أنا أغير هذا الديكور اللي على المطبخ، أغسل كل شي مثل ما تشوفون لازم. عند هذه الحافظة مال الزيت، فما أعرف شلون صايرة حالتها، معدومة عدام، لأن هاي الحافظات مال الزيت الجزازية تريد تغسيل تنظيف وغسل باستمرار، يعني كل أسبوع لازم أغسلها. بس أنا هاي الفترة منقطعة عنها، يعني ما أغسلها دائما بسبب تعرفون حارة ومالي خلق والله ما أقدر. فاليوم قلت لا لازم يعني أكسر قاعدة إنه حارة وما أقدر، وأعتمد على نفسي وأقوم أغمض عيوني وأكمل شغلي. لأن البيت إذا يكون مو نظيف تحسين نفسك ما مرتاحة والله، تحسين اكو شي بالبيت قاصرك شي. يعني هاي كل ام بيت اكيد هي مرة بهذا الشي، كلكم نادرات وامهات بيوت وتعرفون ومارين بهاي السوالف. فهنا أنا والله ما احكيكم الحر اللي مريت فيه، طبخت طبخ والله، بس انه قاومته. وهنا أنا بالسيمة جلفتها، لان قلت لكم شفتوا شلون الدهون متراكمة، والدهون العنيدة ما توقع بجلافة عادية، وهاي الا سيم وقاصر وهاي الشغلات حتى توقع الدهون اللي يابسة وهاي الشغلات. فهنا أنا كلش جلفتها جلفة من القلب. نظفت كل شي، الشكردانات أيضا نظفتهم غسلتهم، مالت الملح مالت الشعرية وهاي الشغلات همينها غسل وجلف. فسويت تغيير بسيط ترتيب بسيط على الميز مال الرف مال الكاونتر، وأتمنى همينه راح يعجبكم حبايب قلبي. طبعا بنات مثل ما تشوفون هذا الروتين بالمطبخ هو أغلب يعني أكثر شي احنا نقضي وقتنا بيه. أكثر نقعد الصبح وين نروح
نروح قبل للمطبخ، يكون روتيننا وين بالمطبخ. أول ما نبلش بالريوق نخلص من الريوق نبلش بالغدا، نخلص من الغدا نبلش بغسل المواعين. أكيد بنغسل المواعين ما راح نكتفي، راح نمسح ننظف الطباخ ما أدري شنو. تطلع لنا ألف شغلة، خصوصا أنا هسه عندي جهال يعني. أسبحهم أمشطهم أرجع أغسل ملابسهم. أني هاي فترة الصيف كلها مستحيل أشغل الغسالة وأغسل بيها. أول شي هي شوية متعبة. تعي غسلي ساعة وساعتين ظل تفتر تفتر تشلع قلبي. فعلي ما نختصرهم. هما ملابس الصيف خفيفات، شي يلبس هو الطفل بالصيف؟ هي يعني قطعتين خفيفات. على شنو أروح أشغل الغسالة وساعة تغسل وساعتين ثلاثة تشطف؟ تاخذ وقت من عندي ومتعبة نفسي. لا والله خليهم بالطشتة وأغسلهم وأشرهم بإيدي بسرعة ييبسون، ما يحتاجون تجفيف. ما شاء الله شمسنا تحرق حرق. فأنا قلت لكم والله الغسالة بالشتاء بالصيف عفوا ألفها وما أستخدمها أبدا. فبس فقط أحتاجها بالشتاء. بالشتاء صدق أحتاجها لأن يعرفون الجو بارد، المي بارد الصبح ما ينجاز فأغسل بيه ملابس المدارس وهاي الشغلات. فما أستغنى عنها، وضروري التجفيف يعني تعرفون. أنا هسه بالشتاء إذا أغسل ما عندي مكان مفتوح أشرهم بيه. متراكمين بالطار يظلون يوم أو يومين ما ييبسون، تصير بيهم حتى ريحة. فأجيبهم أشرهم بالصالة بالليل وأنشرهم على القنفات على الميز على كل شي، حتى شنو بسبيل يصبحون يابسين. تعرفون معاناة بنات بين الصيف وبين الشتاء فرق هواي كلش. لهالسبب أني ما أستخدم الغسالة بالصيف، ما أحتاجها. مثل ما قلت لكم أنا من أغسل مواعين المطبخ أبلش بغسل الملابس نفس الوقت بإيدي أجلفهم بسرعة وأشطفهم وأنكتهم وأخليهم على الهبل. ماكو يعني ساعة ساعتين ألقى الشمس ما شاء الله ميبستهم وتيبس كل شي. والله كله شراتف شغلات كله بإيدي جاي أغسل. الحمد لله على كل حال، والحمد لله على النعمة. وإن شاء الله ربي يخلينا لجهالنا ولبيتنا ويعطينا طولة العمر والصحة والعافية إن شاء الله. لأن لولا احنا والله همينا خطية جهال، ما حد إلهم غير الأم اللي هي تلمهم يكتفون بحنانها بلمتها الحلوة. تعرفون هسه أنا من أسبحهم من خصوصا عند هاي الصغيرة. والله العظيم يعني طفلة فاهمة، إذا شافتني أطبخ تظل تبكي. تعرفون جاي أسوي أكل تريد أكل تاكل أنطيها تاكل خطية. إذا شافتني أسبح خواتها وهي بعد ما سبحتها تطلع لهم للباب وتبكي. من أسبحهم وأكمل أرجع عليها لازم أسبحها لأن خطية تظل تهوف عليهم تبكي تريد تسبح حالها من حالهم. فهذا الشي كله يرجع للأم، لولا الأم ما تتحقق يعني ما يرتاحون. من اللي يسبحهم من اللي يهتم بهم وجه اهتمام؟ فإن شاء الله حبايب قلبي طولة العمر إلكم ولأولادكم، وربي يخليكم خيمة إلهم ولا يحرمكم منهم إن شاء الله، ولا يحرمهم منكم بحق الحبيب محمد. وحبايب قلبي لهنا طبعا أنا بس حبيت يعني أسولف لكم. هي هاي قصة الحياة صراحة، يعني تحسونها مسيرة هي الحياة. نحكي قصتنا ونحكي يومنا مثل كل يوم ونبدأ بروتيننا حتى أنا همينة أكون حافز إلكم. إذا تكونوا متكئبين ضايجين من شي متكسلين وما تقدرون تقومون بروتين أو شي، فأنا إن شاء الله همينة أكون حافز إلكم حتى تقومون وتهتمون بشؤون بيتكم كفكفون بيتكم تهتمون بجهالكم. هاي يعني غايتي هي بهذا الفيديو وبهذا الكلام اللي أنا جاي أوصله لكم حبايب قلبي. فأتمنى تكون فهمتوا علي. حبايبي هنا شنو شلت الشكردانات طبعا قلت لكم أنا غسلتهم، وهنا أكيد لازم أجففهم كلش زين بالكنس اللي مال المطبخ. وهنا أنا خليت بهاي الشكردان خليت بيها العلب مالت الملاعق هاي، لين الحافظة مالت الملاعق خليت بيها المزهرية الورد مالت الخضار السندانة، فصار شكلها كلش حلو. فقلت أخلي الحافظات مالت عفوا الملاعق مالت الطبخ خليتهم بهاي يصيرون شلون السيت بنات كلش حلو، ونفس الوقت السندانة بعد صار منظرها يمهم كلش حلو. بس راح تشوفون الترتيب بالنهاية شلون، وإن شاء الله هذا الترتيب راح يعجبكم حبايب قلبي.
طبعا هنا حبايب قلبي يعني وصلت وياكم للنهاية، وإن شاء الله فيديو اليوم عجبكم أو استمتعتوا وياي فيديو اليوم. وإن شاء الله ما تنسوني من اللايك والاشتراك حتى أحقق شروط هاي القناة، اللي تعرفون جديدة وبعد ما محققة شروطها، وما تقصرون وياي يا عمري انتم. ولهنا أنا أقولكم وصلت لنهاية الفيديو، وشنو رأيكم بالتغيير النهائي بنات للمطبخ، ومع مليون ألف سلامة.